حابين نعرف بقى من حضرتك ايه هي الآثار السلبية اللي بتعود على الطفل من خلال السوشيال ميديا، وخاصة ان الطفل او الشاب ممكن يكون نص يومه على فيديوهات السوشيال ميديا. ايه هي بقى الآثار دي؟ احنا كنا الاول بنقول الاثار السلبيه متمثله في ان هو ممكن يشاهد حاجات اكبر من سنه، حاجات اباحيه، حاجات ممكن تضره، معلومات مش المفروض ان هو يشوفها. انما دلوقتي كمان تعدى الموضوع لما ابتدينا نتكلم على هذه المعلومات، ان احنا ابتدينا نعرف لا ده ممكن كمان يتم زي ما احنا قلنا التحرش بيه، يتم ان هو استدراجه للقتل، بيع الاعضاء، الكلام ده كله. فدي كمان خطوره زي ما حصل طبعا في الجريمه اللي هي الاخيره بتاعه الطفل اللي هو مع القهوجي والكلام ده، والجريمه اللي قبلها بتاعه المدرس اللي ما قالش هو ليه كان بيصور الفيديو، بيقول انا كنت بحاول اصور الفيديو علشان ايه، علشان بهزر مع الولد اللي هو كان بيدرس معاه، وبعد كده ذبحه او قتله. اللي هو المدرس الفيزياء، مدرس الفيزياء اللي ما قالش السبب. النهارده ممكن هو قال ان احنا كنا اللي انا استدركته وان انا قلت ان انا هصور فيديو علشان اعمل بيه مشاهدات. ايوه، ما هو ما قالش السبب. بس احنا للاسف احنا في الوقت ده ما عرفناش الكلام، ما كانش برضه ما كانش منطقي، ما كانش منطقي ومحدش استوعب. بس بعد القضيه دي ما حصلت، الناس كلها جمعت ان الموضوع ده شبه الموضوع ده، وان اللي ضحك على ده هو اللي ضحك على ده. طبعا. واحنا عندنا حاجه غريبه جدا يا استاذ نورهان، احنا عندنا الموضوع الاخير ده في طفلين، طفل بره بيعمل 15 سنه يعني طفل بره بيستدرج او بيحرض، وطفل هنا عنده 15 سنه هو المجني عليه.